أشهر 5 قصص حب وزواج في الوسط الفني. 1. فريد الأطرش وسامية جمال. القصة: بدأت قصة الحب بين فريد الأطرش وسامية جمال عندما التقيا في إحدى الحفلات، وسرعان ما أصبحت سامية جمال بطلة أفلام فريد الأطرش. رغم الحب الكبير بينهما، إلا أن فريد الأطرش لم يستطع الزواج منها بسبب اختلاف الديانات. السبب في عدم الزواج: عائلته كانت ترفض فكرة الزواج بسبب الاختلافات الدينية، ممن أدى إلى انتهاء العلاقة بشكل مؤلم. 2. أنور وجدي وليلى مراد. القصة: جمع بين أنور وجدي وليلى مراد حب كبير، وقرر الزواج في أوج شهرتهما الفنية. اشترك في العديد من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا مثل غزل البنات. الزواج والانفصال: تزوجا في عام 1945، ولكن بسبب الخلافات الزوجية والضغوط الفنية، انفصل في عام 1953 بعد زواج دام 8 سنوات. 3. رشدي أباظة وسامية جمال. القصة: بدأت علاقة الحب بين رشدي أباظة وسامية جمال بعد انفصالها عن فريد الأطرش. تزوجا في عام 1962، وعاش حياة زوجية مليئة بالحب والرومانسية. الزواج والانفصال: استمر زواجهما حتى عام 1977، حيث انفصل لأسباب شخصية، ولكن بقي على علاقة طيبة حتى وفاة سامية جمال في عام 1994. 4. حسين رياض ونعيمة عاكف. القصة: التقى المخرج حسين رياض بالممثلة والراقصة نعيمة عاكف في إحدى الأفلام، وبدأت بينهما قصة حب كبيرة انتهت بالزواج. الزواج والانفصال: استمر زواجهما لفترة قبل أن ينفصلا، لكنهما بقيا على علاقة مهنية جيدة. 5. محمد فوزي ومديحة يسري. القصة: تعرف محمد فوزي على مديحة يسري في إحدى الأفلام، وبدأت بينهما قصة حب قوية انتهت بالزواج في عام 1952. الزواج والانفصال: استمر زواجهما 7 سنوات، ولكنهما انفصلا في عام 1959 بسبب خلافات شخصية، ولكن ظلت علاقتهما الطيبة مستمرة بعد الانفصال. هذه القصص تعكس جانباً رومانسياً وإنسانياً من حياة الفنانين، وتظهر كيف كانت العلاقات الشخصية تؤثر على مسيرتهم الفنية وأعمالهم.